السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم غادي نعاود لكم القصة ديال واحد الدري اللي كان بخير في حياته حتى الليلة ديال ليلة القدر. من تم حياته تبدلات 180 درجة. ما تخيلوش شنو وقع ليه مسكين. خليكم مع القصة حتى الاخر باش تعرفوا علاش وشنو وقع لهاد الدري اللي سميتو يوسف. يوسف واحد الدري نقي وظريف مع كلشي. عنده 24 عام، خدام على راسو وكيتريني وداخل سوق راسو. حياته كانت زوينه بزاف وديما مهلي في ماماه وخواتاتو، وعنده واحد بنت خالته سميتها سلمى. وهاد سلمى مره كتجي عندهم للدار، وديما بحال كتجي الغيره على كيفاش كيتعامل مع خواتاتو. ومن هنا غنعرفوا باللي كيعجبها، وكانت ديما كتعاود لصاحبتها عليه باللي هو زوين وظريف وهي كتبغيه، ولكن هو كيتعامل معها عادي كما كيتعامل مع كل شيء. هادشي اللي خلاها تولي تفكر كيفاش تخليه ينجذب ليها. ولكن اللي ما كانتش عارفه باللي يوسف كيعرف واحد البنت سميتها خديجه، كيبغيها وناوي يكمل معها حياته. خديجه واحد البنت زوينه بزاف وفي عمرها 21 عام، يعني صغيره عليه ب3 سنين، وحتى هي كتبغي يوسف كما كيبغيها، وبجوجهم متفاهمين كلشي كان بخير. حتى النهار اللي قرروا كل واحد فيهم يقول لعائلته من بعد يوسف يدي والديه يخطبوها ليه. وداكشي اللي وقع. خديجة قالتها لوالديها ويوسف حتى هو. من بعد 15 يوم يوسف دا والديه يطلبوا ليه يد خديجة من والديها على سنة الله ورسوله. مشاو طلبوا يد خديجة من لولدهم يوسف. والدين خديجة وافقوا وكل شي داز مزيان. يوسف وسلمى ما قداتهم فرحة، مساكن ما كانوش عارفين شنو كيتسناهم. المهم حتى والديهم فرحوا ليهم وقرروا من بعد عام يتزوجوا ويديروا شي عرس زوين. اما سلمى ملي ساقت الاخبار وهي في صدمه، وديما كتمشي عند صاحبتها كتبقى تشكي عليها علاش ماشي انا، علاش عمرو فكر يشوف من جهتي. لدرجه واحد النهار مشات وقفت عليه يوسف وقالت ليه باللي هي كتبغيه وعلاش ما تزوجش بها هي، وعلاش اختار خديجه، وخديجه باش احسن منها هي. انا وقفها يوسف وقال لها سلمى انتي بنت خالتي وانا كنعتبرك بحال اختي، حتى انتي زوينه وتستاهلي شي ولد الناس اللي يبغيك ويهتم بيك. اما انا فراه كنبغي خديجه وقريب نتزوج بها، يعني غير نساي وخوي راسك من هادشي. مشات سلمى وما تصرطاتش ليها علاش يوسف اختار خديجه وما اختارهاش هي. هنا بدات كتعقد وكتفكر في شي حوايج خايبين. دازت 3 شهور وجا رمضان وسلمى باقا كتفكر تفرق بين يوسف وخديجه باي طريقه. حتى لواحد النهار قالت ليها صاحبتها علاش ما تسحريش ليهم. بقات سلمى كتفكر وقالت ليها وشنو غندير باش نسحر ليهم. قالت ليها صاحبتها كنعرف واحد الشوافه السيمانه الجايه نمشيو عندها وهي تقول لنا شنو غنديرو. قالت ليها صافي واخا. دازت سيمانه ومشاو عندها. وهنا غيكون سالا الجزء الاول ديال القصه الخوت. سمحوا لي ولكن انا راه خدام غير بالتليفون، والخدمه بالتليفون صعيبه، ولكن من هنا لقدام يكون خير ان شاء الله. داكشي علاش تابوناو في القناه وبارطاجيو القصه مع صحابكم، ولا بغيتو الجزء الثاني ديال القصه قولوها لي في الكومونتيرات.